هنصلح الكيكة مع بعض. يعني لو الكيكة نشفت مننا او باظت او يعني مكتومة او مستوتش، يعني في اي احوالها، او حتى لو سليمة وكويسة وطالعة هشة وحلوة بس زهقنا منها او عايزين نغير في طعمها، يلا بينا نعملها بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، والطعم احلى بكتير كمان من شكلها. هتعجبكم قوي، هتعجب اطفالنا بالذات قوي قوي. يلا بينا كده نشوف عملناها ازاي. انا هنا معايا الكيكة بتاعتي، هي جميلة وهشة وكل حاجة، بس كنا منها كتير وعايزين نغير كده في الطعم بتاعها. انا خدت منها قطعة كده وبفركها بايدي، بتتفرك معايا على طول. طبعا انتوا حابين تعملوها بالكبة، مفيش مشكلة اعملوها بالكبة، يعني زي ما انتوا حابين تعملوها بأي طريقة اعملوها، المهم تتفرك كده. انا خدت 3 قطع منها وفركتها بالشكل ده، بفركها كويس جدا. وبجيب بقى كوباية كده، ربع كوباية لبن او 4 معالق من اللبن، وحطيت فيهم معلقتين بس من الكاكاو. لو الكيكة بتاعتكم بالشوكولاتة يبقى ابعدوا خطوة الكاكاو دي، يبقى كفاية قوي اللبن. لو مش بالشوكولاتة بالفانيليا بس، يبقى نحط فيها المعلقتين الكاكاو ده، نغير من الطعم ومن الشكل. انا حطيت معلقتين الكاكاو ده على اللبن عشان اغير من طعمها ومن شكلها، لكن هي لو بالشوكولاتة هكتفي بس باللبن هحطه عليها. انا معايا اللبن هنا دافي بسيط خالص، هفضي بقى اللبن على الكيكة بتاعتي، وعايزة اعجنها عجنة حلوة جدا. انا عايزة اغلف كل الكيكة بتاعتي بالكاكاو، يعني مش عايزة ملامح خالص للكيكة البيضة خالص تبان، وعايزة كمان الكيكة بتاعتي تكون متماسكة وتكون عجينة حلوة. يعني لو لقيتوها طرت منكم قوي ممكن ناخد حتة كمان من الكيكة ونحطها. لو لقيناها ناشفة شوية بتشقق ممكن نحط لها مية بسيطة، يعني ممكن انتوا تحطوا حاجات بسيطة من المية واحدة واحدة كده عشان تلم معاكم. انا عشان عارف المقدار بتاعي والكميه بتاعه الكيكه بتاعتي هتاخد قد ايه، فحطيت الكميه المظبوطه. انا عملتها زي ما انتوا شايفين، فضلت اعجن فيها، انا عملتها عجينه كده. انا معايا هنا كريم شانتيه كان جاهز عندي وكنت محتفظه بيه بالفريزر يعني، فدوت اللي انا هعمله حشو مع بواقي الكيكه. انا هوريكم دلوقتي انا هفرد الكيكه بتاعتي ازاي. انا جبت بقى الكيكه، عجينه الكيكه بتاعتي كده، وهحطها على كيس كبير. بصوا بحاول اخليها يعني مدوره كده، وهحطها على كيس كبير. انا ما عنديش كيس كبير زي كده، بجيب كيس من بتاع التلاجة، بفتحه بحط كيس من تحت وكيس من فوق، وبحاول ان انا بقى بالنشابة كده او بعجلة العجين افضل افرد فيها على قد ما اقدر. انا عايزة العجينة بتاعتي تبقى رقيقة على قد ما اقدر، افضل يعني افرد فيها كده لحد ما تبقى السمك بتاعها رقيقة خالص كده، والعجينة يعني تكون جابت اخرها، جميلة وهتعجبكم، طعمها جديد وشكلها حلو قوي، والحشو بتاعها حلو جدا وتقدر تحشي اي حاجة. حبايبي واخواتي، اوعى تنسوني في الاشتراك في القناة، اوعى تنسوني في اللايك والشير عشان يوصل لكل حبايبنا واصحابنا، وده فرق الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد بنزله. انا هفرد بقى بين الشبك كويس جدا الكيكة بتاعتي دي او عجينة الكيكة دي، عايزاها تتفرد حلوة قوي. وطبعا هنا الكيكة بتاعتي مستوية فمش هتتحط ولا في الفرن ولا اي حاجة، انا بس بفردها خالص كده زي ما انتوا شايفين، يعني عايزاها تجيب اخرها في الفرد بتاعها. نقدر نحشيها فاكهة، نقدر نحشيها مربى، نقدر نحشيها شوكولاتة، اي حاجة، موز، يعني اللي انتوا عايزينه. بس انا ما بحبش يعني ما حبيتش انها تبقى تقيلة قوي، لان انا حاطه لها كاكاو فمش عايزاها تبقى تقيلة قوي. فبس هكتفي بالحشو اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. انا بقى بعد ما فردتها كويس جدا وجابت اخرها، بصوا العجينة حلوة ومتماسكة وفي نفس الوقت طرية ازاي، يعني بشيلها بكل سهولة، تتشال معايا. بسويها بس كويس جدا، عايزاها تبقى كلها كده مستوية كده، تبقى حلوة او شكلها حلو يعني. وكمان لما اجي الفها تبقى شكلها جميل كده، متبقاش حتة طالعة وحتة نازلة. هنا بقى خلاص انا خلاص سويتها وفردتها كويس جدا. بستعان تاني بالكيكة، باخد منها قطعتين بفركها تاني زي ما عملت اول مرة في عجينة الشوكولاتة او في عجينة الكاكاو اللي احنا عملناها من اول دي. هستعين بقى بحتتين كده على قد كمية الحشو اللي انا شايفاها مناسبة للعجينة بتاعتي، يعني باخد قطعتين او 3 من الكيكة على حسب ما انا شايفة ان هي دي مظبوطة جدا، هتبقى مظبوطة للحشو بتاعي. حطيت عليها معلقتين 3 كده من الكريمة وقلبتهم في بعض، خليتها عجينة في بعضها كده، بتبقى طعمها حلو قوي قوي. طيب انا دلوقتي لو مش عايزه احط كريمه او ما عنديش، مش هعمل كريمه مخصوصه
مخصوص يعني عشان الحشو. ممكن احط بدلها مربى، ممكن احط مثلا شوكولاتة تاني، يعني ده على حسب ما انا عايزة. انا هنا بقى كنت هحط الحتة بتاعت الشوكولاتة عليها، فما ما حبيتش احطها عليه، فحطيتها في جنب كده ومعاها حتة صغيرة من الحشو ده عشان تديها طعم حلو كده، وركنتها في جنب هشكلها كده كور صغيرة. اهم حاجة انا عجنت بس البتاعة بتاعتي، الحشوة بتاعتي مع الكريمة او الكيكة مع الكريمة دي كويس جدا، ولقيتها مناسبة كده على كمية العجينة بتاعتي او على كمية الكيكة اللي هتتحشي. وهبدأ بقى احشي بيها، افردها كده بالطول عشان تاخد كل يعني الطول بتاع الكيكة بتاعتي. انا حبيت افردها كده فما لقيتهاش بتتفرد معايا، لانها بتشقق معايا بتتكسر. انا حبيت اوريها لكم ان انا مش عايزاها عجينه متماسكه، لان تبقى عجينه على عجينه كده مش هتبقى حلوه. انا فرقتها قدامكم لقيتها بتتفرفت معايا، هو ده المطلوب، مش عايزاها عجينه. لا انا بس يا دوبك دخلت الكريمه في قلب الكيكه كده وعجنتها وخليتها كده، يعني ما تمسكيهاش وتشكليها، لا تتفك مننا، عشان ما اعملهاش عجينه قوي على العجينه اللي انا عاملاها بتاعه الكاكاو، فتبقى اكني باكل عجين مع بعضه كده. انا بقى بلفها بالكيس بالشكل ده، بصوا اتلفت وبقت جميله خالص. هلفها بقى في الكيس كويس جدا وهقفل عليها كويس جدا جدا عشان اعينها في الفريزر. انا في الوقت ده بعد ما لفتها كويس انا لقيتها طويله جدا عندي، ففتحت تاني وقطعتها نصين، وبقت بالشكل اللي انتوا هتشوفوه. دي بقى بقيه العجينه. ممكن انتوا يعني تستبعدوا خالص خطوه ان انتوا تفردوا وتقطعوا الكلام ده كله، بس تحطوا حته تفركوا الكيكه وبعدين تحطوا عليها الكريمه او المربى زي ما انتوا عايزين، وبعدين تشكلوها كور بالشكل ده. هتبقى طعمها حلو جدا، لان الكريمه هتبقى جواها او معجونه فيها يعني، او المربى او اي حشو، فهتبقى طعمها حلو قوي، وكمان الاطفال هيحبوها قوي وشكلها ظريف كده. انا باخد حته وافضل اوديها شمال ويمين كده ما بين ايديا عشان عايزاها تبقى كوره ناعمه كده شكلها حلو. انا بوريكم الخطوه دي عشان لو حابين تعملوا الكيكه كلها بالشكل ده. وما شاء الله ما استنيتش يعني اتاكلت على طول. انا جبت الكور بتاعتي، انا دلوقتي جبت خله صغيره عصتها من الكريمه وغرستها جوه الكوره عشان تبقى محشيه من الكريمه، وكمان الكريمه ما تنشف عليها من بره، تبقى متماسكه العصايه بتاعتها كده او الخله بتاعتها تبقى ماسكه فيها، لما نيجي نشيلها بيها ما تتقطعش معانا، تبقى الكريمه نشفت فمسكت كويس جدا في العجينه بتاعتي، فلما نيجي ناكلها ما تبقاش مقص.